القضيه ديال اليوم غتبدا في 24 ماي 2024 في مدينه طنجه. هاد التاريخ اللي يلاه ذكرت لكم، واحد الفلاح ما عمره ما غادي ينساه حياته كامله. علاش؟ كان داك الصباح واللي هو نهار 24 ماي 2024 خارج مع الغنيمات ديالو سارحهم، فاذا به دايز من حدا واحد الارض كتبان ليه واحد الباليزه محطوطه. هذيك الباليزه محطوطه وسط منها شي حاجه كتحرق وطالع من وسط الدخان. هنا غيطيح في راسو اولا غيطيحوا في راسو بزاف ديال الاسئله كيما حنا دابا. باليزه محطوطه وسط الارض وديك الباليزه جديده وشي حاجه وسط منها كتحرق. فالفضول اللي فيه قال ليه سير السي الفلاح شوف ديك الباليزه شنو فيها. غادي تم غادي بشويه خطوه ورا خطوه حتى كيوصل للباليزه، ولكن ملي غادي يوصل الدخان الريحه ديالو كانت خانزه. هنا الفضول ديالو غادي يزيد وقال مع راسو زعما علاش هادشي اللي غيتحرق ما حرقوش الناس نيشان في الارض، علاش حارقين وسط باليزه. ايوا هنا غادي يقرب للباليزه وكانت محلوله واحد شويه، وملي غادي يشوف فيها تخيلوا شنو غادي يلقى. كواغط كيتحرقوا، زعما كواغط ديال شي دلائل شي مستندات. يا ريت كون كان هادشي. داكشي اللي كان كيتحرك في الباليزه كان وجه وماشي غير وجه. الوجه كله كان مشى، كله تشوط بحال الراس ديال الحولي نهار العيد، زائد كانت باقا فيه غير واحد شويه الملامح اللي باقي باين، يعني العافيه واش طفات واش ما شداتش مزيان. المهم كاع اللي في الباليزه تحرق ومنهم الوجه، ولكن بقى شايط واحد شويه. اما الباليزه كانت مضروبه بياس، ما نعاودش ليكم، ماشي باليزه هذه قرنا شمنك يا رجلين يا دراوع يا صبعان. المهم الباليزه داكشي محطوط فيها مشوط ما فيه ما يتشاف. هنا شنو غيدير الفلاح؟ حاجه باينه راه غادي يعلم الامن ملي غادي يجيو. هذيك المنطقه ماشي كانت واحد المنطقه اللي نائيه، ولكن واحد المنطقه اللي في النواحي ديال مدينه طنجه، المناطق اللي فيهم الاراضي. ملي غادي يحضروا كيف ما قلت لكم غتحضر الشرطه العلميه، يحضروا البوليس، وبداو تيديروا تمشيط لمسرح الجريمه. واول حاجه غادي يلاحظوها هي داكشي اللي لاحظ الفلاح. هو بداو تيسولوا في الناس، كيسولوا هذا كيسولوا هذاك. ومن الحوايج اللي غيلقاوهم في البوالز اولا في هذيك الباليزه هو الراس اللي كان باقي فيه غير واحد شويه ما تحرقش. اذا على ما كيبان هذيك بنت، وغادي نعرفوها غير من الاعضاء التناسليه ديالها، من غير الوجه اللي واخا محروق ولكن باقي شايط فيه واحد شويه. في نظركم شكون هي هذيك؟ واش وصلها تما؟ وعلاش بديك الطريقه اللي كتضر في الخاطر؟ وهنا بيني وبينكم هذه القضيه راها واضحه، بما ان المنطقه فلاحيه وفيها غير الاراضي وخارجه شويه على السونتر فيل ديال طنجه، فراه باينه ما غيكونوش بزاف ديال الكاميرات. اذا البوليس ما كان عندهم منين يبداو؟ يلا الشرطه العلميه ترفع البصمات على الباليزه، الله وعسى تلقى شي حاجه. واخا راه باينه هذا اللي غيكون دار هذه القضيه غيكون ذكي بما فيه الكفايه باش يمسح على الاقل البصمات ديالو من الباليزه. ولكن بما انهم ما عندهم شي دليل فهذا هو الدليل الوحيد اللي عندهم وخاصهم يبداو فيه. علاش لا ما نشوفوش الكاميرات اللي كاينين في النواحي؟ ما كايناش كاميرا اللي شاده الارض نيشان، ولكن النواحي والطريق اللي كتادي باش نوصلوا لديك الارض فيها كاميرات. والبوليس غيخليو الشرطه العلميه دير خدمتها وتا هما غيمشيو يديروا خدمتهم، وغيفرغوا كاع الكاميرات اللي كاينين في الطريق وفي النواحي المؤديه لهاد الارض هذه. داكشي اللي كان. وهنا ما غاديش ياخذوا بزاف ديال الوقت حتى غتبان لهم واحد الطوموبيل اللي غتثير الشبهات ديالهم، وغتثيرهم حتى هما في لاتونسيون ديالهم من ناحيه اللون ديالها اللي كان واحد الزرق اللي بحال بلوسيال، واحد الزرق اللي مشعشع. وهذيك الطوموبيل كانت ميني كوبر اللي مشات باينه مشات حتى لحدا الارض ورجعات. وفي نفس هاد الوقيته هذه الشرطه العلميه دارت خدمتها وغادا تحاول تعرف امتى الوقيته اللي صفاوها ليها ولا الوقيته اللي وصلت تمايا. كان تطابق في الوقيته مع داكشي اللي لقاو في الكاميرات. فهنا قالوا بما اننا الدليل الوحيد اللي عندنا هو هاد الكاميرات وهاد الميني كوبر في الازرق راه نقلبوا عليها، حيت هذا هو الدليل اللي كاين، ما عندهمش من غيره. داكشي اللي كان بداو تيقلبوا. وفي مدينه طنجه كانت سهله عليهم انهم يطيحوا على ميني كوبر زرقاء حيت شداتها الكاميرا وباينه في الماتريكول ديالها. فقالوا لها لقينا الطوموبيل بالماتريكول غنعرفوا مولاها، ومن مولاها ديك الساعه يحن الله بداو غاديين في هاد الطريق. وسهله كيف قلت لكم دغيا وصلوا للطوموبيل. الطوموبيل لقاوها في سميت واحد البنت اللي سميتها فاطمه. هذيك فاطمه بما انهم عرفوا السميه ديالها فراه غيعرفوا فين ساكنه، غاديين يوصلوا للدرب ديالها وبداو تيسولوا الناس. ايوا هنايا ملي غاديين يسولوا الناس قالوا لهم باللي فاطمه شحال هذه ما شفناها. وفعلا فاطمه عندها واحد الميني كوبر زرقاء، وعطاوهم معلومات على في الخدمه ديالها شنو كدير، مع من كتلاقى، واش عندها مشاكل مع شي واحد، وشكون والديها وفين ساكنين. هادشي كامل قدروا يجمعوه بطريقه سهله، واللي هو الطوموبيل اللي كانت مشعشعه وعاطيه للعين وغير من الماتريكول وصلوا للعنوان. وحنا دابا قدام فاطمه
الطوموبيل ديالها هي اللي كانت كدور تما. خلال داك البحث اللي غادي يديروه البوليس غادي يعرفوا باللي فاطمه الاصل ديالها ماشي من مدينه طنجه، وانما فاطمه غير ساكنه في مدينه طنجه وخدامه فيها، اما هي فمن مدينه مكناس. يعني الام ديالها العائله ديالها كاملين من مدينه مكناس. حاجه باينه غادي يوصلوا نيشان العنوان ديال الام ديالها وغادي يعرفوا النمره ديالها. فغادي يتواصلوا معها في التليفون وقالوا لها باللي راه حاجه باينه مرا كبيره، ما غيقولوش ليها لقينا بنتك مشويه ولا داكشي مشواط في باليزه بدوك التفاصيل. قالوا لها راه كاين عندنا واحد الديكلاراسيون ديال واحد البلاغ طوموبيل كذا فلانيه ميني كوبر زرقاء راها مشفوره. ويلي الام هنا غتستغرب، ما يمكنش انا كنعرف بنتي وسنين وهي عندها ديك الطوموبيل، حاجه باينه كاين شي غلط. هما كانوا باغينها غير تجي عندهم لمدينه طنجه، ما بغاوش يقولوا ليها راه شنو واقع وشنو واقع. مرا كبيره راه عاود السن ديالها، واخا ما تكونش مرا كبيره فراه هذيك بنتها، واي واحد ما يبغيش ولا بغى شي واحد قريب ليه